فيديو النهاردة هنتكلم فيه مع بعض عن أهم عنصر من عناصر المزيج التسويقي، وهو المنتج. المنتج بيبقى ترجمة تسويقية مباشرة لأبحاثك اللي عملتها عن السوق واحتياجاته. ولو أخدت وقت كافي في التخطيط وتطوير المنتج المظبوط اللي هيحقق الإشباع لسوقك المستهدف، هتكون نسبة نجاح منتجك عالية جدا. وخلينا دلوقتي نتكلم مع بعض عن عروض ومنتجات السوق، الماركت اوفرينز. أشهر اللي بتقدمه الأسواق هم المنتج والخدمة، لكن في الحقيقة مفيش حاجة في العالم ما ينفعش معاها التسويق، وعلشان كده بنلاقي إن حاجات كتير غير المنتج والخدمة دخلوا عالم التسويق. مش بس نقدر نسوق للمنتج والخدمة، إحنا كمان ممكن نسوق للأفكار، البلاد، الأماكن، الحملات التطوعية، المعلومات، المنظمات، الأشخاص وغيرها كتير. تسويق الفكرة مثلا هي من أكتر الأجزاء عبقرية في التسويق، لأنك بتبيع وبتقنع الناس بفكرتك قبل ما يشوفوها أو يشتروها فعلا. الشاب توي اللي عمل $1,000,000 ببساطة من صفحة إلكترونية إعلانية بسيطة جدا فيها 1,000,000 بيكسل، والبيكسل هي وحدة المساحة الإلكترونية، بيبيع فيها البيكسل الواحد ب$1. يعني الشركة بتشتري عدد من البيكسلات علشان تعلن فيهم عن منتجاتها. توي كان المفروض يسوق لفكرته وينجح تسويقه للفكرة علشان الناس تقتنع وتشتري، وكان لازم يتعامل مع علم وفن تسويق الأفكار. بدأ يطور تاج لاين امتلك جزء من التاريخ On a piece of history، وبدأ ينشر التاج لاين ده وسط الشركات اللي بيحاول يقنعها إن هم يحجزوا معاه مجموعة من البكسلات اللي هتدخلهم التاريخ، لأن الصفحة ديت لما تنجح والفكرة تنتشر هتبقى حالة نادرة من نوعها، والناس هتدخل تشوف إيه الصفحة اللي تساوي $1,000,000 دي، وبالتالي الشركات اللي موجودة على الصفحة ديت هتتشاف كتيرة جدا من ناس كتيرة جدا في العالم. وده اللي حصل فعلا. مع التاج لاين العبقري ده بدأ يحيط الشاب توي نفسه بهالة إعلامية ضخمة، مع تنشيط فكرته ديت بتعريفه للناس سبب عمل الصفحة، وهو إن محتاج يدفع مصاريف دراسته في الجامعة وكمان يشتري جوز شرابات جداد. مع عبقرية الفكرة وعبقرية توي التسويقية وطريقته الفكاهية البسيطة في عرض فكرته واستهدافه للشركات المغامرة اللي هتفهم فكرته، مع استخدامه المكثف لأدوات دعائية قوية في حالته زي الإعلام والعلاقات العامة والتسويق الفيروسي، قدر بسرعة قياسية يجمع $1,000,000. تسويق البلاد كمان يعتبر من ضمن أنواع التسويق اللي ظهرت جديد في علم التسويق. فبلد زي قطر مثلا مساحتها صغيرة جدا بتقدر توجه أنظار العالم ليها عن طريق إنها بتشوف الناس بتروح أنظارها فين وتخطف الحاجات اللي بتجذب الناس، زي استثمار مواردها في قنوات إعلامية إخبارية ورياضية، عارفة كويس إنها هتجذب شريحة كبيرة من العرب ليها. ده غير تنظيمها لأحداث كبيرة العالم بيشوفها زي سباقات الفورمولا وكأس العالم، مع طبعا اختراعاتها العجيبة والغريبة اللي بتعملها في البلد علشان تدخلها موسوعات قياسية. كمان عندنا تسويق الأشخاص، هتلاقي أشهر الأشخاص اللي بيتسوق ليهم هم السياسيين، وحملات الانتخاب واللي بتبدأ بدري جدا قبل الانتخابات بشهور وممكن سنين كمان، بيدرس فيها المرشحين الأماكن اللي هينزلوا فيها في حالة انتخابات البرلمان، أو بيدرسوا البلد عموما في حالة الانتخابات الرئاسية. فمثلا في الانتخابات البرلمانية بينزل المرشحين في مناطق الترشيح يشوفوا احتياجات الناس ايه، بيلاحظوا مشاكلهم، بيعرفوا ايه اكتر حاجاتهم اولوية، وفي فترة الانتخابات بينزلوا يعرضوا خدماتهم ويظبطوا برامجهم على اساس الاحتياجات اللي استكشفوها. وفي حالة الانتخابات الرئاسية هيبدأ المرشح يشوف احتياجات الناس ايه عموما، وكل بلد او محافظة خصوصا، ويبدأ يطور برنامج انتخابي يستهدف البلاد باحتياجاتهم ويوصلهم عن طريق انسب القنوات الدعائية للبلاد دي وطبيعة معيشتهم. في أمريكا مثلا كل مرشح نجح في الانتخابات كان هو اللي بيستهدف الاحتياجات العامة لبلده في الفترة اللي موجود فيها. فمرة هيركز المرشح على إنهاء الحرب العنصرية، ومرة على الانتصار في الحرب العالمية، ومرة لتحقيق السلام، ومرة للحرب على الإرهاب، وأخيرا تصليح الاقتصاد، وهكذا. وانت نفسك تقدر تستخدم تسويق الأشخاص لو حبيت تميز نفسك في أي مجال، أو عاوز تقتنص أي دور أو وظيفة متميزة في مكان متميز. وده اللي هيحصل طول ما بتعرف ازاي تستكشف الشركات وتحدد احتياجاتها صح، وبتقسم الشركات وبتستهدف اللي يناسبك ويناسب إمكانياتك، وبتقدر تعرض إمكانياتك وتتواصل مع الشركات ديت صح. التسويق مش بس للمنتج والخدمة، التسويق ينفع لأي حاجة في الدنيا طالما فهمت خطوات العملية التسويقية صح: اكتشاف احتياجات، تطوير منتج يشبع الاحتياجات ديت، دعاية مبدعة، وتواصل صح، يبقى خلاص. وتعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض عن أهم القرارات المهمة في المنتج. أول حاجة صفات وخصائص المنتج، تاني حاجة التغليف والتوصيف، تالت حاجة العلامة التجارية، ورابع حاجة والأخيرة خدمات ما بعد البيع والدعم للمنتج.
وخلينا نبدأ بأول حاجة، صفات وخصائص المنتج. البرودكت اتريبيوتس. طبقا لمفهوم التسويق الصح والواسع، فالمنتج بيتطور على حسب احتياجات العميل، وبيكون دور عمليات الإنتاج وتطوير المنتج في الشركة إنهم يطوروا المنتج على حسب احتياجات العميل اللي عرفتها الشركة من خلال خبرتها وبحثها ودراستها للسوق. وصفات المنتج هتشمل كذا حاجة، منها الخصائص بتاعته والخصائص اللي عرفتها الشركة مثلا عن طريق الاستبيانات وطرق الملاحظة. الخصائص هي أشكال وصفات في المنتج بتشبه احتياجات العميل عن طريق إنها بتقدم فوائد ومزايا هو محتاجها. لازم المنتج يراعي الجودة، وفي مفهوم غلط في التسويق إن الجودة معناها إن المنتج مفيهوش عيوب، يعني زيرو ديفكت، أو إنه منتج كفاءته عالية جدا. وعلى الرغم من إن الأبعاد ديت صح وهي قريبة من مفهوم الجودة فعلا، لكن الجودة بمعناها التسويقي الأصح هي إن المنتج بيكون بيأدي وظيفته بأحسن شكل المستهدفين من المنتج محتاجينه. وده بياخدنا لبعد تاني من أبعاد مفهوم الجودة، وهو التماسك consistency. وده معناه إن المنتج بيعمل الحاجة المطلوبة منه واللي مستنياها الناس. وبالمنطق ده ممكن تبقى العربية الهيونداي أعلى جودة من العربية المرسيدس إذا قدرت تقدم المزايا والفوائد اللي الناس مستنياها منها أحسن من تقديم المرسيدس للفوائد والمزايا لعملاء المرسيدس. تاني حاجة، التغليف والتوصيف باكجين اند ليبلين. التغليف معناه إن المنتج هيتحط في إطار معين، سواء بقى بهدف إنه يحلي شكله ويجمله ويميزه عن المنافسين، أو في الأغلب بهدف حفظه، خصوصا في المنتجات الاستهلاكية. التغليف عنصر مهم جدا في تطوير المنتج، لأن غير إن هو بيحفظ المنتج فهو بيشد الناس للمنتج، وكمان طريقة وجودة تعبئة المنتج بتكون ميزة تنافسية كبيرة لما بتسهل استخدام المنتج على الناس، زي مثلا المشروبات الغازية بطريقة الإزازة الشهيرة البوتلز، أو العلب الكنز، أو طرق تغليف وتعبئة الكريمات ومستحضرات التجميل، وحتى السلع الاستهلاكية زي الكاتشب. لاحظ فيهم طرق التعبئة والتغليف، وشوف الاختلاف في طرق التعبئة ديت عند الشركات، وإزاي إنها لو اتعملت غلط أو بشكل مش احترافي هيسبب مشاكل في استخدام المنتج، وبالتالي عدم حب الناس ليه. أما التوصيف الليبلين هي كلمات أو صور توضيحية بتديك معلومات عن المنتج أو بتشرح لك طريقة استخدام المنتج في حالة المنتجات اللي محتاجة لكده. والوصف ممكن يبقى ميزة تنافسية كبيرة لو الشركة استخدمتها صح. فمثلا منتج زي عسل النحل ممكن كل الشركات تعمل منتج وتعلبه بشكل كويس، لكن الشركة اللي هتتميز فيهم هتحط وصف يساعد في البيع، زي خصائص العسل ده ومزاياه وازاي بيساعد في علاج كتير من الأمراض. وده اللي غالبا كل منتجات العسل بتعمله، لكن الشركة ديت قدرت تزود مزاياها التنافسية مقابل المنافسين والبدايل، خاصة والمنتج على رفوف التوزيع وفي متاجر البيع. تالت حاجة، العلامة التجارية البراندنج. الشركة بمجرد ما بتخلص تصميم المنتج بالشكل اللي هيناسب احتياجات الناس بتقف قدام المنتج ده في حيرة كبيرة، يا ترى هتسميه ايه؟ الموضوع شبه الطفل الجديد اللي بتدور له على اسم، والاسم ده هيكون عنصر حاسم في تاريخه. لو فكرت مثلا في بيع شركات عملاقة في العالم زي كوكاكولا، مايكروسوفت، ابل، هارلي ديفيدسون، تخيل ممكن تتباع بكام؟ اكيد هتتباع بارقام خيالية ممكن ما نعرفش نقدرها من ضخامتها. السر في الأرقام الخرافية بيرجع لسبب واحد بس، وهو قوة العلامة التجارية البراندنج. يعني لو فيسبوك هيتباع بمليارات، فهو مش هيتباع بمليارات علشان هو شبكة اجتماعية ناجحة، فالشبكات الاجتماعية ناجحة كتير، لكن هيتباع بمليارات لأنه ببساطة فيسبوك. والعلامة التجارية للمنتج بتكون اسم أو صورة أو رمز أو شكل أو لون أو صوت أو شعار، وكل العناصر ديت بتتجمع في وقت واحد علشان تدي روح مميزة لكل منتج. وطبعا ده في الأصل بيكون مهمته تمييز المنتج بمجموعة من الصفات والصور اللي هتساعد المشترين إنهم يتعرفوا على المنتج، ومش كل مرة يقارنوا بين المنتجات كلها من جديد. لكن مع العلامة التجارية المشتري هيشوف اسم المنتج فيكون صورة متكاملة عن المنتج وخصائصه ومزاياه وكل حاجة عنه. معنى كده إن من أهم وأكبر المهام في مجال التسويق هو بناء العلامات التجارية. والعلامات ديت مش بتتبني من يوم وليلة، لكنها بتاخد وقت كبير. بتحاول فيها الشركة تستخدم أهم الوسائل المعروفة لبناء العلامات التجارية القوية، وطبعا أولها الإعلان والعلاقات العامة. وطبعا من قبلهم لازم تحدد الاستراتيجية التسويقية المناسبة اللي هتكون صورة معينة عن المنتج في أذهان العملاء، واللي هي البوزيشننج. لكل الأسباب ديت يبقى لازم الشركة تحط استراتيجية قوية ومبدعة لبناء العلامة التجارية. وطبعا أول خطوة في الاستراتيجية ديت وتنفيذها هي اختيار اسم مميز.
ودي المهمة اللي ممكن تبان أحيانا إنها سهلة، لكن في الحقيقة هي من أصعب وأعقد المهام التسويقية، وأحيانا بتلاقي شركات مختصة بتفتح عشان بس الموضوع ده: تصميم وتطوير اسم تجاري مميز للمنتج. الأول محتاجين نعرف إن اسم المنتج يستحسن إن هو يشمل مجموعة من الصفات، زي إنه يكون سهل ينفع تفتكره بسهولة، مميز بيقول حاجة عن المنتج، سهل إنك تسجله في سجلات حقوق الملكية، ملوش نظير أو مشابه في بلاد تانية، خاصة البلاد القريبة واللي بيشتركوا معاك في اللغة، ولما يترجم ما بيتحولش لمعاني كارثية زي ما شفنا في قصة نوفا في المكسيك. وده هتلاقيه في جزء البحث التسويقي، لو ما شفتش الفيديو ضروري ترجع تشوفه. والسؤال هنا: أنهي الأحسن لاسم المنتج؟ وصفه بيعبر عن المنتج، ولا فريد أو مصنوع ممكن ما يكونش ليه معنى في اللغة؟ أكبر معضلة بتقابل المسمي هي إذا كان الأصح هي اختيار اسم يصف المنتج أو صفة فيه أو ميزة، زي مثلا برجر كينج أو بيتزا هات. والاسم الوصفي عموما سهل في تسويقه لأنه بيعبر عن نفسه وعن فكرته، لكن مشاكله بتبقى في صعوبة تسجيله، لأنه ممكن يتعارض مع أسماء متداولة وصعب تفتكره لأنه غير مميز أو غريب، وممكن كمان يختلط مع أسماء منتجات المنافسين، ده غير إنه سهل يتقلد. الاسم الوصفي أكبر مشاكله لما شركة تختار له نطاق إلكتروني دومين يعني على الإنترنت، لأن أغلب الأسماء الشائعة والمتداولة محجوزة، وممكن تضطر لتحوير الاسم أو إضافة حروف مش عاوزها. ناخد مثال: شركة بتنتج ملابس وانت دلوقتي هتسمي أجدد المنتجات بيرفكت شيرت. الاسم ده وصفي وبيعبر عن المنتج وميزة فيه، واختزلت كده نص خطوات الدعاية، لأن الاسم في حد ذاته بيوصف وبيعبر عن المنتج، لكن مشاكل الاسم الوصفي هنا إنه مش غريب أو فريد، فمش هيبقى سهل الناس تفتكره، ده غير إنه قريب من أسامي منتجات المنافسين، فاللي بيدور على المنتج بتاعك أو منتج شبيه ليه هيلاقي المنافسين معاك، وممكن يروح ليهم هما لفرق في السعر أو في الجودة. ده غير إنك هتلاقي مشاكل وصعوبات في تسجيل الاسم علشان يعني مشابه لأسماء منتجات تانية. كل المشاكل ديت ما بتكونش عائق بدرجة صعوبة ومشاكل اختيار النطاق الإلكتروني الدومين، فلك أن تتخيل قد إيه هي صعوبة وجود عنوان إلكتروني متاح بالاسم الجديد. مشكلة النطاقات هي أكبر المشكلات اللي بتواجه الشركات الجديدة دلوقتي، واللي بتختار أسماء وصفية لمنتجاتها، والنطاقات اللي بتتكون من أسماء شائعة ومتداولة معظمها يا إما محجوز أو تكلفته عالية جدا. الاسم المتكون أو المخترع واللي غالبا ما بيكونش ليه معنى في القواميس بيجي من أفكار وقصص وخرافات وإيحاءات من أكلات وفواكه، بلاد، أنهار، وفي أمثلة كتير زي نايك، أبل، أمازون، ياهو. وورا كل اسم غريب من الأسامي ديت قصة أو معنى أوحت لمؤسسها بفكرة الاسم. الأسماء اللي بتتبع النوع ده في التسمية ممكن تكون صعبة التذكر في بداية الأمر ومش معبرة عن الشركة أو المنتج، وبالتالي بتحتاج الشركة في البداية لمجهود أكبر في ربط الاسم الجديد والغريب بالمنتج الجديد أو الخدمة، وبعد كده تكوين الصورة الذهنية البوزيشننج عن المنتج في أذهان الناس عن مزايا وجودة المنتج. وميزة التسمية ديت إن الاسم بيكون قابل لمزيد من الامتداد وزيادة المزايا والمنافع الموجودة فيه. فموقع أمازون بدأ بمنتج واحد وهو الكتب، وهو دلوقتي بيبيع كل حاجة تقريبا، فلو استخدم أمازون اسم تاني وصفي بيعبر عن اللي بيقدمه الموقع زي مثلا يور بوك شوب، كان هيلاقي صعوبة كبيرة بعد كده في زيادة تنويع المنتجات والخدمات المعروضة عليه. النوع ده من التسمية بيسهل كتير مشكلة البحث عن نطاق إلكتروني، لأن الاسم مش شائع وبالتالي فريد ومتميز عن المنافسين في السوق، وما بتتوقعش مواقع حجز النطاقات تفكير الشركة فيه فتشتريه مسبقا وتزايد عليه زي ما بتعمل مع النطاقات المرتبطة بأسامي شائعة. في طرق واتجاهات تانية شهيرة للتسمية زي الاختصارات، وغالبا بتتكون الاختصارات ديت من تجميع الحروف الأولى من كلمات وصفية زي هوم شوبينج نتورك HSN، ودي التسميات اللي بتناسب الشركات أو شبكات وقنوات التلفزيون أكتر من المنتجات. في كمان تسميات باسم الشخص المؤسس، وبينتشر الاتجاه ده في التسمية في مجال الخدمات زي منتجات وخدمات مصممي الأزياء وخطوط الموضة، أو خبراء الإدارة زي جاك ويليش، أو البرامج التلفزيونية زي أوبرا، مع إمكانية كمان تكوين اسم من دمج أسامي أشخاص زي أديداس واللي اتكون من اسم أدولف ديسيلر الألمان. في أسلوب قديم وشهير برضه وهو دمج أكتر من كلمة شائعة مع بعض فيؤدي الدمج لكلمة واصفة للمنتج أو مزاياه مع الاحتفاظ بميزة تفرد الاسم، وده زي كوكاكولا، مايكروسوفت، وبيبال. وأخيرا في طريقتين لخروج الأفكار الخاصة باسم مميز للمنتج بتاعك، والموضوع ده بينطبق على خروج الأفكار العبقرية بشكل عام. عندك الأسلوب الأشهر وهو خروج الفكرة في وقت الراحة أو الانشغال على طريقة وجدتها لأرشميدس وتفاحة الجذب لنيوتن،
وفي بقى على النقيض أسلوب علمي مركز لخروج الأفكار، وهو إنك تقعد لوحدك أو مع فريق في جلسة عصف ذهني brainstorming، بحيث تخرج الأفكار التافهة والغبية بجانب الأفكار المميزة والعبقرية. والمفروض إنك ما تقللش من قيمة أي فكرة منهم مهما حسيتها تافهة أو بعيدة عن اللي أنت عاوزه، فالأفكار بتجيب بعضها. والأهم إنك تفتكر إن أنجح وأقوى أسماء العلامات التجارية المميزة في العالم بسيطة وبتوصل أحيانا لدرجة الغباء. آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو ده خدمات ما بعد البيع والدعم للمنتج Product Support Services. أي تطوير منتج بيتم على 3 مراحل. أول مرحلة وهي تطوير المنفعة والميزة الأساسية فيه الكور بينيفيت، واللي هدفها تشبع احتياجات الناس. وبعد كده مرحلة إن المنتج ده ياخد شكل ولون وتغليف وتعبئة واسم، والمرحلة ديت بتزود مجموعة من المزايا على المنتج وبتخلي شكله مميز عن باقي المنتجات. أما تالت مرحلة فهي إضافة مجموعة من الخدمات التسويقية واللي هتدعم المنتج أكتر في السوق. ومن ضمن الخدمات ديت خدمات تدعيم المنتجات زي تثبيت وتركيب المنتج، معالجة المشاكل اللي فيه وصيانته، وخدمات الضمان. أهم حاجة في الخدمات ديت إنها تتعمل على خلفية تسويقية صح علشان تقدر تكمل الجزء الأساسي، وهو إشباع احتياجات المشترين بالمنافع الأساسية واللي بيشتروا علشانها المنتج. وإن الخدمات ديت تتقدم بنظام سعر معين ما يأثرش على أرباح الشركة، وفي نفس الوقت يحافظ على إشباع أكبر وأحسن لعملاء ومشترين منتجات الشركة. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك إشعار أول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.